ألو؟ إحنا هنا برنامج بعد منتصف الليل. مين معانا؟ أنا محمد عثمان، مهندس من القاهرة، متجوز وعندي ولدين. دكتور رفعت معاك ولا لأ؟ أكيد يا سيدي. مفيش حاجة تقدر تشيلني من الوجود غير الموت نفسه. أنا لوحدي دلوقتي في البيت. مراتي والولاد عند حماتي. شكلها خناقة من خناقات البيت اللي بتحصل على طول وما بتوصلش للطلاق أبداً. فاهم قصدك. الطلاق ده حاجة درامية قوي وعنيفة قوي. اللي بيطلقوا دول يا إما شجعان جدا يا إما أغبياء جدا. يعني مش شبهي ولا شبهك. مش فاهم كلامك الملفوف ده. كل اللي أعرفه إنها بتشتمني دلوقتي بأقذر الشتائم. لازم تكون سمعانة. بس دي مش سبب مكالمتي. الستات طول عمرهم غضبانين. المهم، هحكي لك يا دكتور رفعت حكاية عن مسابقة في مجلة. غريبة. قليل لما بسمع قصص بتبدأ بمسابقات في مجلات. مجلة تافهة فيها باب كده زي فكر واكسب أو للأذكياء فقط. المهم، المجلة المنحوسة دي وقعت في إيدي من 3 شهور. لقيت الباب ده وفيه اللغز ده: المفتش سراج. وده دليل إن اللغز أجنبي أصلاً. ضابط شاطر ما بيروحش عليه حاجة. طلبوه في مسرح جريمة قتل في يوم ممطر. القتيل كان في الحمام. مراته ما لقيتهوش. خبطت على الباب اللي مقفول من جوه. مفيش رد. جابوا ناس وكسروا الباب. لقوا جوزها المحاسب ميت في البانيو وراسه تحت المية خالص. الشرطة قالت جلطة أو إغماء، وقع وغرق، حادث عادي. لكن المفتش سراج بيشوف اللي الأغبياء التانيين ما شافوهوش. بيلاحظ إن في آثار مقاومة في جسم المتوفي. الفوطة مرمية في حتة، الصابونة في حتة. الفوضى دي بتقول إن كان في خناقة. سراج: في حد قاصد يغرقه في البانيو. يعني نقدر نقول إن المتوفي ده بقى القتيل، وإن دي جريمة قتل. شرطي: بس ده مستحيل يا فندم. الحمام كان متقفل من جوه ومفيش شبابيك. مستحيل حد دخل وخرج. سراج: بالعكس، في طريقة واحدة عشان تقتل واحد قافل على نفسه الحمام من جوه. دي سهلة قوي. وهنا المجلة سألت القراء سؤالين: الجريمة دي حصلت إزاي؟ ومين القاتل؟ الجايزة كانت ساعة إيد غالية. بالنسبة للجزء التاني، أنا عارف إن القاتل هي الزوجة. عرفت إزاي؟ مفيش أي شخصية تانية في القصة غيرها. الجزء الأول هو المشكلة بجد. أنا كنت محتاج تحدي كده عشان مخي يشتغل. قعدت طول الليل أعيد وأزيد في اللغز. الصبح دخلت الحمام وقفلت على نفسي. مفيش فايدة. أكيد مفيش حل إلا لو كنت الراجل الخافي مثلا. بالعكس، كان في حل ووصلت له الصبح بدري. كنت مذهول من سهولته وعبقريته. كتبته في جواب وبعته للمجلة. استنيت اسمي يطلع في الأعداد الجاية. أكيد كسبت الساعة طالما لسه فاكر. لا، المجلة المنحوسة دي طلع منها عددين بس، وبعدين وقفت نشر عشان الفلوس. بعد كده حياتي دخلت في خناقات مع مراتي وولادي تعبوا. كل ده خلاني أنسى الموضوع ده تماما. بعدين حصل اللي رجع الموضوع في دماغي وبقوة. قريت خبر في صفحة الحوادث: غرق زوجة في الحمام إثر أزمة قلبية. الزوجة كانت قافلة الباب عليها من جوه. جوزها سمع صرختها وكسروا الباب، والشرطة قالت جلطة في القلب خلت راسها تقع تحت المية. مش ناقص غير المفتش سراج. قلت لنفسي صدفة، بس اسم جوز الغريقة ده كان مألوف بطريقة غريبة. افتكرت ده سكرتير تحرير المجلة اللي قفلت. مستحيل تكون صدفة. لحظة، أنت بتفكر إنه عمل كده؟ أكيد. عرفت مكانه. دلوقتي شغال في دار نشر كبيرة. رحت قابله عشان أفهم اللغز. دخلت مكتب فاخر، لقيته والله قاعد طور بشري ضخم وصوته تخين. كان ودود ولابس كرافتة سودة عشان الحداد. فكرته بالمسابقة. سألته عن الحل. رد بابتسامة سمجة: مش عارف.
أنا جبت اللغز ده من مجلة أمريكية. كنت معتمد على رسائل القراء. اللي بيقدم حل مقنع هو اللي بيكسب. قال إنه حرق كل الرسائل قبل ما يسيبوا مقر المجلة، بس أنا ما حسيتش بالراحة. وأنا خارج حسيت بنظرته الحادة في ظهري. الخوف القديم ده من الناس اللي بتبقى ودودة أكتر من اللازم. بالظبط. بعد كده بدأت المطاردة. دايما بلاقي الطور البشري ده بيراقبني من بعيد، عينيه فيها شر باين. وعنوانك عارفه إزاي؟ نسيت، عنواني مكتوب في جواب المسابقة. يعني أنت فاكر إن الراجل قرأ جوابك وعجبته الفكرة العبقرية عشان يقتل مراته فقرر يعملها معاها؟ أيوة، مراته اتقتلت بالأسلوب اللي أنا اخترعته، وعشان كده لازم يخلص مني. رحت مديرية الأمن وحكيت لهم. قالوا لي إني مجنون. سألوني إزاي حصل القتل ده في أوضة مقفولة. قلت لهم أنا عرفت الحل. قالوا لي طب اثبت لنا. وهنا موقفي بقى أسوأ، لأني اعترفت إني نسيت الحل. ولما نزلت من مديرية الأمن لمحت الطور واقف قدام الرصيف التاني بيتمشى. شافني. مفيش حل غير إني أثبت كلامي. عشان كده أنا بكلمكوا من الحمام. الحمام؟ كل المكالمة دي؟ ليه لأ؟ التليفون معايا. أنا قافل الباب على نفسي بالترباس. بحاول أشغل مخي. الباب، الشباك، الباب. يا باشمهندس، مش شايف إن قعدتك لوحدك خطر اليومين دول؟ أيوة، بس عايز أركز. بطل كلام شوية. ده أول متصل يطلب مننا كلنا نسكت هنا. الباب، الشباك، سامعين ده؟ رفعت ده جاي، عرف يتسلل، بيتحرك ورا الستارة دي. افتكرت الحل بتاع اللغز. دخل بنفس الطريقة. هي ابعد عني. لا في حاجة بتحصل هنا. تفتكر إن ألو كل حاجة خلصت، وأظن إن الطور البشري ده هو اللي قفل الخط ومشي زي ما جه. ده مرعب. سمعنا موت المهندس بكل التفاصيل. على الأقل هو مات بعد ما شبع فضوله، افتكر الحل. أما إحنا هنفضل محروقين بنار الفضول طول عمرنا لو ما نسيناش القصة دي بسرعة. وانتوا كمان، مين فيكم يقدر يحل اللغز؟ ولو عجبتكم القصة وحابين قصص أكتر من كتابات دكتور أحمد، اكتبوا لنا في الكومنتات. وكالعادة ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.